اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. مباراة كبيرة وأجواء جميلة تصاحبها هنا في ملعب لوسيل، واللي واضح بأن في أفضل أحواله لاحتضان المباراة. محدثكم من كابينة التعليق فارس عوض يتمنى لكم مباراة ممتعة. والجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم، الدنمارك ضد منتخب فرنسا. مباراة نتطلع إليها في كأس العالم بعد البداية القوية من كلا المنتخبين والانتصار في الجولة الأولى. تأتي هذه المواجهة من أجل ربما حسم صدارة هذه المجموعة. ضربة بداية المباراة التي تلعب في مرحلة المجموعات المونديال. جريزمان الآن مع كريم بنزيما يمنع عبور التصويبة. نستعرض لحضراتكم الآن تشكيلة منتخب الدنمارك. كاسبر شمايكل يبدأ في حراسة المرمى، سيمون كاير سيلعب إلى جانب كريستنسن في الخط الخلفي. خطيرة مع كانتي، كانت خطيرة جدا، تدخل وأبعد في توقيت مثالي. يتقدم بثبات إلى داخل مناطق المنافس، فرصة للتسجيل مستحيلة في المرمى. دقائق أولى شباك تتحرك، إثارة كبرى، مباراة تعد بالكثير. الله على السيناريو. نشوف ونتابع كرة الهدف مرة أخرى. الحقيقة اللوم على حارس المرمى، لأن أتاح الفرصة لكي يدخل هدف في مرمى من زاويته، حقيقة أن يتحمل مسؤوليتها. مستأنف اللعب وفرنسا متأخرة في النتيجة. فارق الهدف يحتاج إلى رد سريع. بول بوجبا. المنتخب الفرنسي، الديك الفرنسي، واحد من أفضل المنتخبات العالمية، اسم كبير في الكرات الأوروبية، وواحد من المنتخبات التي سبق وأن توجت باللقب العالمي حينما استضافوا بطولة كأس العالم 98. لا يمكن أن نذكر فرنسا وأن لا نقول زيدان، فوز تاريخي على البرازيل في النهائي. كريستيان إريكسن، مستحيل، هدف على الطاير يسجل الآن، حطها في المرمى، كرة ولا أروع. الله عليك، هدف مذهل من لاعب مذهل في نهاية مذهلة. عرضية طويلة، الخطورة مستمرة بعد هذا الإبعاد الخاطئ. حسابات غير دقيقة في ركن الكرة تجعلها تخرج بهذا الشكل وبتروح بعيدة عن المرمى. وضعية الجسد وطريقة ركن الكرة تصنع الفارق بالتأكيد. كريستيان إريكسن وصلت إلى برايتوود. برافو لوريس، الله على هذا التصدي. تنفذ الضربة ركنية باتجاه منطقة الجزاء، رأسية ضعيفة بكل أريحية تصل إلى الحارس. اللاعب يتوقف بسبب الإصابة.
نعود لاستكمال هذه المباراة بعد خروج اللاعب المصاب. مبابي، حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. الهجوم يتواصل مع المنتخب الفرنسي، لكن تروح الكرة وبتضيع الفرصة. توماس ديلاني، أولسن، الجماهير تطالب بالتسديدة، الكرة في المرمى، يسجل الثنائية اليوم ومن حقه أن يحتفل كيفما يشاء بما يقدم في أرضية الملعب. 3 أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية، تقدم مريح جدا ب3 أهداف كاملة. يعترض الطريق بكل سهولة. أوليفر جيرو، مجهود كبير في الضغط العالي لاستعادة الكرة. بيعدي فيها، بيمر، بيعدي، راح لوريس في التصدي. الشوط الأول شارف على نهايته، ويبدو من النتيجة بأن فرنسا تعاني بشكل واضح في الملعب، وهو الأمر اللي يحتاج إلى كلام كثير جدا بين الشوطين. شوط أول غاب الفريق عن مستواه المعهود، لم يظهر بأي صورة إيجابية حتى الآن، خسر تقريبا كل المواجهات في الملعب، وإذا لم يتمكن من إيجاد مستواه ستكون النتيجة كارثية. يفقدها ثيو هرنانديز الآن. إريكسون، والتصدي في منتهى الروعة. إريكسون بيلعبها في منطقة الجزاء، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. تمريرة رائعة هنا. مستحيلة هذه الكرة، تصدي من لوريس، فرصة من مسافة قريبة جدا على المرمى. إبعاد سيء والخطورة مستمرة. كرة للتسديد الآن، مستحيل مرة أخرى في المرمى بأداء خيالي يوسع الفارق ل4 أهداف. كانتي، وصلت إلى جيرو، حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. مارتن برايت وايت، دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول. ينطلق الثاني هنا الآن مع معاناة واضحة للمنتخب الفرنسي، وليتأخر بفارق كبير في النتيجة. هل تكون هناك ردة فعل الآن؟ كرة عرضية ناحية مبابي، هنا يتحول الاستحواذ للفريق الآخر، ولا فرصة لكرة مرتدة. يستخلص الكرة وينهي المحاولة. كرة سهلة في الأحضان، رغم أنها كانت تبدو فرصة خطيرة لكن لم تستغل بالشكل المثالي. بول بوجبا، الكرة تصل لثيو هرنانديز. مبابي، روعة في التسديد. حلوة الكرة، حلوة اللقطة، الله على المهارة. شوف كيف لعبها، شوف التنفيذ، كانت قريبة في اللقطة الماضية. جيرو بيرسل الكرة بينية، ضربت العارضة لكن اللعب مستمر. يا هي إثارة، يا هي لقطة احتاجوا فيها لشيء من التوفيق. في الكرة الأخيرة اصطدمت الكرة بالعارضة وضاع الهدف المحقق. يقطع الطريق والكرة في مربع العمليات. مستحيل هذا الهدف،
يكتسح هنا في الملعب. أي أداء هجومي في هذا التوقيت. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. فرصة أمام المرمى. يا سلام على التصدي، ممتازة من هوكو لوريس. ضربة ركنية تلعب بشكل قصير في اللقطة الماضية. دولبيرغ، الكرة تصل لكاير. ضاعت الكرة من جريزو. حلوة التمريرة، قد نشاهد كرة خطيرة. ارتماء جيدة هنا وتصدي ممتاز للكرة، لم تشكل أي تهديد يذكر. بينفذ الركنية. ضغط كبير في هذه اللحظات. تمريرة سيئة بتروح مباشرة إلى الفريق الآخر. الله على رؤية المساحات. مستحيل، الكرة في المرمى. هدف في منتهى الروعة. إعادة للهدف. شوف بداية الخطورة من الكرة البينية من بول بوجبا، ثم النهاية السهلة من امبابي من مسافة قريبة. سجلها امبابي في المرمى. 5 أهداف مقابل هدف واحد، 4 أهداف تفصل بين الفريقين. راح لوريس ضد التصدي. تلعب الكرة قريبة. وصلت إلى برايتوود. يتحرك ثميلة ويفتح اللعب ويطلب الكرة. تغيير اتجاهها والكرة تخرج إلى ركنية. ركنية إلى داخل المنطقة. كانت قريبة من المرمى هنا. حلوة التسديد على الطائر. كرة كانت ستشكل خطورة. أنطوان غريزمان، ملعوبة إلى امبابي. الله على شمايكل، والله على هذا التصدي. غريزمان بيلعبها إلى منطقة الجزاء. انظر إلى الاعتراض الناجح. بيلعبها عرضية لمبابي. الآن بدأ العد العكسي. تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافرة. كريستيانسن، بينية رائعة هنا. فرصة خطيرة لمبابي الآن. هدف تقليص الفارق، لكن التوقيت متأخر جدا. صراع مع الزمن من أجل العودة ربما تكون مستحيلة. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع وثم موقف 1 على 1. تأتي التصويبة القوية في المرمى، لا يمكن التصدي لها. تقدم كبير ب5 أهداف لهدفين. تتكلم عن 7 أهداف شاهدناها حتى اللحظة. يتوغل في العمق. حارس المرمى ينجح في التصدي. حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منا هذه الكرة. ركنية بتلعب. الخطورة تتواصل. الله على استخلاص الكرة. استخلاص ممتاز. ركلة جزاء للدنمارك. مستحيل، ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة بدون أي إنذار في هذه اللقطة.
ركلة جزاء لراحة الأعصاب. وهدف من ضربة جزاء. سداسية مقابل هدفين، 8 أهداف حتى اللحظة في هذا اللقاء. الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المباراة. إذا نهاية المباراة الآن على خسارة المنتخب الفرنسي وخيبة أمل كبيرة واضحة في أرضية الملعب.